اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وحشتوني، يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى نعمل شاورما. ما انا ما اروحش اشتري سندوتش الاقيه ب25 جنيه، واساسا عقبال ما اكله هكون جوعت اكتر. لا لا لا، احنا مش بتوع الكلام ده، انا هعمله في البيت واحلى. هنا كنت بحضر تتبيله الشاورما. هنا بقى كان معايا الخيار. الخيار ده بقى ايه يا جماعه؟ بسم الله، كنت مقطعه خيارتين حلوين عملاقين كده كبار، علشان خاطر ترمي لحم. وهنا الميه غليت. كنت بوريكم ان انا غليت في الحله ديت. الميه كانت غليت، وكنت حطيت هنا نص معلقه الثوم ومعلقتين خل والملح حسب حسب ما انت بتحبي، حادق مش حادق. تمام. الخيار اللي انت مقطعاه تقومي حاطاه فين؟ حطيه في الميه المغليه دي، وحاولي تغطيه زي ما انا عملت كده بالظبط. طبعا الشاورما تبلتها بكل البهارات اللي عندك، وعلبة الزبادي. اهم حاجة الزبادي. قطعت بطاطس، كنت الدنيا تمام. بس هنقول بقى في النور اللي بيقطع؟ يلا الحمد لله، ربنا يعديها على خير يا رب. بص بقى، هنا كنت بحضر اعمل توميه، والصراحه طلعت اختراع. والنور كان لسه جاي، وكنت بقول لكم سامحوني علشان خاطر انا ما وريتكوش الطريقه. وهنا كانت كوبايه ميه وعليهم معلقتين نشا هرم كده. بص انا وريتهولكم وانا وانا بحط معلقتين النشا. طبعا ايدك في المهلبيه. هي طبعا مش مهلبيه، بس ايدك فيها. حلو الكلام، حلو الكلام. هنا بقى بص، كنت بوريكم ان الخيار والشاورما اتعملت وكانت تحفه. يلا بقى نعمل التوميه. بصي، نص معلقه توم صغيره بس، ويمكن اقل. لو انت مش عايزه التوم كتير حطي اقل. وحطيت النشا، سبته يبرد حاجه بسيطه قوي. حطيت بصي اهو نص معلقه توم بالظبط. وحطيت نص كوبايه الزبادي. اصلا انا ما دهدرتش، عملت بالمعلقتين. حطيتهم حطيت كده بصوا، معلقتين خل عشان الخل كان مركز قوي. وكيسين المايونيز ده عشان كانش متوفر عندي. وقلبت، حسيت ان هي خفيفه، رحت حطيت معلقتين 3 زيت. طبعا كنت جايبه العيش دوت اللي هو الرقاق الطري، او عيش السوري. هتلاقيه عند بتاع فطير والكلام دوت. كده كان الاكل خلص. حقكم عليا عشان ما ظهرتش في الفيديو، بس عايزه اقول لكم ان الجو كان حر جدا. كنت بوريكم قوام التوميه والخيار السريع ده. جربوه واعملوه وحطوه في التلاجة. اهم حاجه اللايك والفولو. بحبكم كتير.